السلام عليكم واهلا وسهلا فتيات في بودكاست انثوي. اليوم ان شاء الله غادي نهضر على موضوع بزاف شباب وراني متحمسه نهضر فيه. على بالي عطلت، على بالي مده ما جيتش، قلت لكم غادي نبقى لكم وكذا كذا كذا وما درتش. صراو لي ظروف وما على باش يصير لي انقطاع كبير على اليوتيوب. ان شاء الله حنولي. بودكاست اليوم جميل راقي انثوي، غادي نهضر على حاجه حتعجبكم بزاف وان شاء الله نكون نقطه الهام ليكم. ما يهمش يتابعني 1 2 3 4، معليش يكون غير شخص واحد ويكون يستفاد صافي بليزير، وما تحسيش نهار من نهار تكبر القناة ويكبر العدد ويستفادوا الناس اكثر ان شاء الله. فوالا اليوم غادي نهضر على حاجة جميلة، هي الأنوثة بمنظور تاعي أنا. شوفوا، اول حاجه نقولها لكم هي ما تخلوش الناس او الفيديوهات المتداوله تشوه لكم فكره الانوثه في راسكم او تربطها لكم باشياء غاليه الثمن بزاف، لان كاين بزاف اللي يربطوا الانوثه بانه مثلا خصك تكوني تستعملي برودوي غاليين، خصك تكوني تهلاي في روحك بواحد الطريقه معينه، خصك تكون عندك طاي معينه، خصك عندك صوت مثلا معين، رقه صوت معين، بزاف امور بزاف تفاصيل. حنا كاع بنات نعرفوا هادشي وشايفين هادشي ويطلع لنا وسي اي حاجه ترنديك تطلع. الفكره اللي بغيت نغيرها لكم انه ما تشوفوش، ما تخلوش هاد الافكار يشوفوا لكم المنظور تاعكم على الانوثه، لانه الانوثه هي حاجه فينا، حاجه انخلقت فينا. اي انثى عن اصلا كي تقولي انثى ففيها الانوثه، صح كي نقولوا ذكر فيه الذكوره، فهمتوني؟ فوالا. سيكوا الانوثه هو انه تكوني انت فقط، وانه ما تدخليش في مجال غيرك، يعني الجنس الاخر. هذه هي انه تكوني انتيا كأنثى بتفاصيلك. نعطيك مثال، احنا البنات واش هي الحاجه اللي تميزنا على غيرنا، على الجنس الاخر، سي صح ما نقولش غيرنا على الجنس الاخر، هو انه احنا نهتموا بزاف بتفاصيلنا، نهتموا بزاف بالمنظر نتاعنا وبالشكل نتاعنا. مانيش نقول بلي راجل ما لازمش يهتم بالمنظر تاعه، نو، يهتم بالمظهر نتاعه. حتى الرسول عليه الصلاه والسلام كان يهتم بالمنظر نتاعه، كان يدير الطيب، كان يتهلا في روحه، كان يبغي يعني يكون نظيف اكسترا. صندي تاعنا كاع يحث على النظافه. فانا ضد ديك الفكره تاع انه المراه هي اللي تهلا في روحها والراجل اللي ما يتهلاش في روحه ويكون هامر روحه ويكون مستخد وهو الراجل. هذه افكار غلطه ومتداوله في المجتمع، اللي هي عده ناس نقلوا هذا الفكر توارثتها الاجيال وقعدوا يدخلوها في راسهم. على فكره موضوع توارث الافكار كارثي وقوي بزاف في المجتمعات نتاعنا. ما فهمتش، انا جاتني مثلا انا كأنا تجيني فكره موروثه معينه من الاب تاعي ولا الام تاعي، انا نحللها في عقلي، ما مشاتنيش، ما نامنش بها، ما نمشيش بها، ما نزيدش نمدها لولادي. هادي كون كاع جينا نخمو بهذا النمط تاع التفكير، كون كاع رانا فريمون هاربين في عقلنا وعايشين حياه مليحه، خاطش نخليو لعقلنا انه يحلل الافكار ماشي يقبضها ينقلها. فهمتوني؟ سالها كيما هذاك اللي غيصلي وما على باش ما علاش غيصلي ولا شمعنا الصلاه ولا هذه هي. لانه الافكار الموروثه على فكره كاينه حتى في الدين، ماشي غير في المواضيع هادو تاع نمط حياة، كاينه حتى في الدين. يعني كاين اللي الدين ما فهموش بزاف امور في الدين، مثلا ما فهمش علاش يصوم ولا جوست شاف باه يصوم هي يصوم وصاي. هذه فكره موروثه، يعني مالغري دينيه مي موروثه، ما حوسش يفهم علاش يصوم واش الهدف. وفريمون كنت تفهموا عمق الحاجه اللي كديرها ولا العباده اللي كديرها، غادي تمد فيها اكثر، تمد فيها بحب وتدي الاجر فيها كتر ما راك تديه. لانه متى كي تعرف الصوم علاش اكسترا، قادر تدخل اذكار في نهارك، تدخل عمل خير كبير في نهارك، تولي تفطر الصائمين اكسترا، تدخل بزاف صوالح. تصوم صيام مسقد. يعني عطيتكم مثال فقط انا على الصيام وقيس على ذلك. خرجنا شويه على الموضوع الاساسي، مي غير قلت لكم يعني هاد الافكار الموروثه خاطرش تتجلى حتى في موضوع الانوثه وهاد الامور. لانه كاين افكار موروثه تانية تقدر تجيكم تاع باللي المرأة هذه فكرة موروثة. نقد شوفوا غادي نصحوها مع بعض، نصحوا الخطأ ونسقدوه. فكرة الموروثة على الأنوثة، أنا غادي يعني نهضر معكم بشفافية وبحاجة واقعية واللي تقريبا نعيشوها كاع. ما غاديش نهضر معكم بهذيك الحاجة اللي بارفيت والنجوم تتلال فوالا. فكرة سمعها بزاف من الأهل تاعنا هي سيكو تقولك باللي ما لازمش مثلا نعطيك، ما خص تكوني مستوره، خص ما ديريش مكياج، خص كذا خص كذا خص كذا خص كذا. اوكي، هادشي اولا، هادشي
هي عنده زوج جهات. الجهة الأولى إنه صحيح من الناحية الدينية تاع برا اوكي، يعني الرجال غير المحارم تاعك ما يليقش تتجملي قدامهم، ما يليقش تزيني قدامهم، ما يليقش تتميعي في الهضره قدامهم، يعني عندك بزاف حدود وبزاف موانع ما ديريهمش لكي لا يخدع قلبهم وما تدخلش في امور اخرى اوكي. اما من ناحيه اخرى راه طمس للانوثه تاعك، ولكن نفهمكم كيفاش. احنا مادامنا مسلمين ما خصش نامنوا. علاش قلت لكم ما تخليهمش يشوهوا لكم منظوركم للانوثه، لانه انت كتشوفي كيما هاك تبقاي تقولي انا ماشي انثى. علاش؟ لاخاطش انا ما نديرش مثلا مكياج، انا ما نديرش، انا ما عنديش طاي كدا، انا ما نقدش ندير عمليه التجميل خاطر عمليه التجميل مثلا حرام خاطر هكا. فبالتالي انا مستحيل نكون هذيك الانثى اللي راني نشوفها. فهمتوا؟ نو. فهموا مليح انه الدين حده منعنا حاجه الا راه عارف علاش، وربي حدها قالك ما ديرش داكشي راه عارف علاش فوالا اوكي. يعني انت ما تدخليش في امور تقدر تكسبك ذنوب وتعطيك سعاده مؤقته، وصدقوني اي ذنوب في الحرام ماهيش دائما تلقاي روحك نو كاين خلل. سي ولا ربي طفالك على قلبك فهذيك الكارثه. يعني انتي صح تبقى هادشي اوكي، دي فكره موروثه لكن خصها تعديل. داك نفهمكم كيفاش تعديل، لانه كاين للاسف امهات ووالدين ينقلوا هذه الفكره بطريقه جد قاسيه، اقصى من الدين. ماشي نقولوا اقصى من الدين، ولكن نقولوا يعني بطريقه قوى ما جاء في الدين. سيكو يخليوا هذاك الشيء ممنوع في المنزل وفي خارج المنزل. يعني نو هي في المنزل لا، يعني مثلا انتي مع نفسك ما كاش مشكل انه ديري هكا مكياج وتتزيني من في الدار هكا تزين خفيف. مش نقول كان غادي تلبسي لواحد الدرجه مغريه ما باش مي كوميم كتزين شويه تلبسي حاجه مثلا كاين قلت لكم افكار موروثه اللي البنت تطلع تستري شغل مم وين ما عادي ما تتسترش اللي قد تتستر. هنا غادي يصرى طمس للانوثه، وهنا غادي البنت تولي هي ما تعرفش روحها وتدخل في مجال ماشي تاعها. غادي تولي تحس روحها كيف الراجل. علاه؟ لانه تحس ما كاش اختلاف بينهم، خاصه لا مشى تخرج للميدان العمل اكسيتيرا ما تحسش كامل كاع كاين فرق بيناتهم، رغم انه كاين فرق كبير بيناتهم. وصدقوني انه تعتني بنفسك هذه حاجه جد عاديه ونورمال. فقلت لكم كاين امهات يمنعوا حتى بنتهم انه يتهلاو في روحهم، انه مثلا تربط دائما داك انه لا تهتم بنفسها، تقولها ما كيش عروسه، ما كيش متسوجه، ما كيش ما راهمش جايين يديوك، ما تما دائما تربط مثلا ما نمشي ماشي للعرس علاش راكي ديري كيما هكا، علاش واش عندنا ماناش خارجين ماناش. يعني يربطوا لهم اهتمامهم الا بانه يكون عندك عرس، اما فقط تكوني متزوجه تكوني ونهار حقا تكون متزوجه ما تقدش تمد هذاك الشيء لاخاطش هي ما ترباتش عليه، ما كبرتش عليه، ما تولفتش به. نطمس جدا، وخاصه لقات زوج غير متفاهم وما يفهمش هذا الشيء، ما فهمش بلي هذه الانسانه راها مره في فتره تاع كبت كبيره لهذا الموضوع، رغم انه هذا فيها و الراجل ما تقدش تكون يعني كراجل ما تقدش تكون متسلط على المرأة وتقولها بلي انتي مثلا ما ديرش كيما البنات. لاش ديك المرأة اكيد راه عندها ماضي من حقها انه تكون هكا، بصح هي داخلها كنت قد تخرج ديك الانثى اللي في داخلها غادي تخرج لاخاطش كاينه مستحيل ما كاش. يعني اي مرأة عاديه هرموناتها مسقدين كلشي فيها جوست على انها مرأة فيها انثى لداخل، سي جوست ما راهي مكبوته وراها عندها بزاف دي ليميت اللي ما تقدش تخرج وحتى تولي تحشم انه تخرج. لدرجه كاين اللي تقول كي ندير كيما هكا نحس روحي راني نتصنع، كاين اللي كي هكا تقولها هضري بطريقه كدا ولا معلب، ولا كاين اللي مثلا كاين لي بنات بزاف عنيفين في الهضره تاعهم، كاين اللي مش نقول لك خص تهضري هكا رقيقه مش نو، مي كاين اللي زعما هكا تهضر بواحد الطريقه عنيفه، تهضر بواحد الطريقه تزقي بزاف كاتاستروف. يعني تحطها هي والراجل بالك هي تفوت الراجل في هضرتها. فهمتوني؟ هي تشوف لي داكشي نورمال لاخاطش هي تربات باللي مثلا
علي صوتك مانيش نسمعوك هضري كبرة في دار ما كاينش كاع هاد صوالح اكسيتيرا. فاكيد غادي تكون بعد كي تجي انت تقولي لها هضري كيما هكا تبقى تسيي تهضر مي تقول لك راني حاسه روحي راني نتصنع مانيش انا مانيش نهضر نورمال هادي ماشي انا وانا ما نبغاش نتصنع وهادوك راهم غير يلعبوها نو هادوك ماش يلعبوا هادوك راهم هما انتي اللي راكي ماشي انتي اللي تفهموا بنات باللي اللي نحطوا اليد في اليد ونخرجوا روحنا من هاد القوقعه وانه نعالجوا افكارنا هذه الموروثه الخاطئه. اوكي نبغيكم كاع من اليوم ان شاء الله فهمتوا اولا الفكره والموضوع ومن اليوم تبدوا تتهلاو في روحكم وفي نفسكم. انا ماشي نقول لكم تبرجوا وخرجوا للشارع انه ابدا وانما في دارك في يعني البلاصه اللي فيها غير الناس اللي حلال عليك تظهري لهم بهذاك الشيء انه تتهلاي في روحك فقط. ماشي نقول لك انا تلبسي عريان ولا ما لبس نو لانه الحاجه اللي تلبس للزوج باينه والحاجه اللي تلبس للاهل باينه وانما تهلاي في روحك ان يكون عندك روتين على الاقل روتين بينك بين روحك. باغ اكزومبل كل يوم ترطبي يديكي ترطبي رجليكي ترطبي وجهك يكون عندك غسول يوالم وجهك وتتهلاي في روحك بلا مناسبه بلا عيد كبير بلا عيد صغير بلا نو ماشي اوبليجي يكون عندك العيد غدوه باش داك النهار كاع تنوضي ديري سكين كير كبير لوجهك نو يكون عندك هكا غسول دايما تغسلي وجهك دايما ترطبي وجهك دايما هكا تفحفحي روحك ماشي اوبليجي الريحه ديريها غير كي تكون عندك مناسبه ولا غير كي يجوا ضياف نو لا راكي وحدك في الدار ديري ريحه. قلت لكم الامهات عندهم دور كبير في هادشي والوالدين كاين اللي كي تشوف بنتها كيما هكا تقول لها اش كديري ريحه علاش خارجين ولا تقول لها علاش جايين ضياف ولا داك تكمليها ولا تسيها ولا ما شادنا الدرهم باش نشريو لك ريحه ولا ما نو ديري الريحه. انا كنت تشوفوا شحال ندير الريحه في النهار مخطره بس مش هقلك هكا غير ندور ندير ريحه ندير هكا نبغي هكا مش عارف نحس الطاقه تاعي تتجدد نحس انه انا نهضر عليا انا وتجدد الشخصيه وانا كأنثى نحس طاقتنا تتجدد وتتحسن بنسبه مئويه جد كبيره كي نتهلاو في روحنا وكي نهتموا بنفسنا. انا ديفا ما كنتش مليحه نمشي نقبض هكا شو داك ماجيك هذاك الاحمر هذاك تعديمي ولا مش عارف شحال يدير دروك هذاك ندير هكا شويه فاش نفي نفرح نشوف روحي في المرايه نفرح هكا خاطش انا اصلا نتهلا في روحي ماده قيمه لنفسي وقت لنفسي يعني كي نشوف روحي في المرايه المورال يطلع لي ماشي نشوف روحي في المرايه المورال يولي ازيرو. ان شاء الله عجبكم سوجي تاع اليوم ان شاء الله غير فيكم ولا بشويه ان شاء الله بدل فكرتكم ومنظوركم. مرحبا بالمشتركين الجدد ان شاء الله عائلتنا تكبر والفكره الافكار هادو نقدروا نبدلوهم مع بعض مازال مواضيع جايين نخليو لي كومونتير شباب كيفكم رأيكم في الموضوع وتاني مشاكل اللي راه عندكم وكاش مواضيع تبغوا نتناقشوا فيها برا جاي ان شاء الله. مع السلامه.